ازاي التايكوندو كان اهم سبب في نجاح ابراهيموفيتش، وايه اسامي الحركات القتاليه اللي كان بيستخدمها. الموضوع ده ورا حكايه. إنه شخص جرحته ونشأته، ولكنه استخدم كل ذلك ليصنع القوة لنفسه. الكلام ده كتبه الكاتب ديفيد في كتاب أنا زلطان، واللي بيلخص لك المعاناة اللي كان بيعيشها السويدي من وهو صغير. معاناة أجبرته يتعلم التايكوندو عشان يكون أقوى، عشان يقدر وهو عنده 17 سنة بس إنه يحقق الحزام الأسود. مهاراته في التايكوندو هو نفسه ما كانش يعرف إنها في يوم من الأيام هتكون سبب نجاحه في الكورة، وإنه هيستخدمها طول الوقت في الملعب من غير ما يحس. شفنا ده في حركة الباك كيك اللي سجل بيها هدف أسطوري مع لوس أنجلوس جالاكسي، أو السايد كيك اللي سجل بيها أهداف مستحيلة، غير حركات الاوتر كيك والانر كيك واللي كان بيعملها في التدريبات والتسخين وحتى الملعب كانها السلام عليكم. الانبهار ده خلى توني سترودويك رئيس الاداء البدني في مانشستر يونايتد 2017 ياخد قرار تاريخي بسبب ابراهيموفيتش. اول حاجه عملها انه جاب بطل تايكوندو اسمه اندرو دي عشان يدخل التايكوندو بشكل رسمي في البرنامج التدريبي للاكاديميه. كده ابراهيموفيتش اثبت ان الكوره مش مجرد تمريره او شوطه، احيانا عشان تكون الافضل في الملعب لازم تتعلم بره الصندوق الاول، او بمعنى اصح جوه حلبة التايكوندو.